اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. انا في الفيديو ده جايه بس اعيد عليكم واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب سنه 2023 تكون سنه سعيده علينا كلنا، وربنا يملاها كلها بالبركه والحب والسعاده لكل واحد فينا. وبما ان النهارده اول يوم في السنه وبدايه كل حاجه جديده ممكن تعملها النهارده، فانا هقول لك كده على شويه قرارات هساعدك انك انت تاخدها، عشان القرارات دي انا واثقه انها هتخلي السنه دي تفرق كتير جدا 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 عن اي سنه فاتت. اول حاجه عايزاك تجيب كده ورقه وقلم وتكتب فيها مع بعض ايه هي الحاجات اللي انت حاسس انها ممكن تفرق معاك السنه دي. ايه هي الحاجات اللي انت عايز تنميها جواك؟ اي حد عايز يخس يكتب ان هو عايز يخس، اي حد عايز يزيد زياده صحيه يكتب ان هو عايز يزيد زياده صحيه، اي حد عايز يحافظ فيها على وزنه يكتب ان هو عايز يحافظ فيها على وزنه، اي حد عايز يعلى في الكارير بتاعه يكتب اهدافه بمعنى اصح. كل واحد يكتب الهدف بتاعه، كل واحد يكتب ان هو مثلا عايز يقرب من ربنا اكتر، عايز يعبد الله اكتر، عايز يمارس حاجات تساعد البشريه، عايز يفرح غيره. كل الحاجات دي تكتب، بمعنى اصح تكتب اهدافك بوضوح. الحاجات دي هتفرق معاك جدا 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 لو انت كتبتها بايدك، وتمضي كده تحتيها باسمك انك انت هتقر ان السنه دي هتخليها مختلفه عن اي سنه فاتت. يعني انا مثلا قررت ان انا هبعد عن اي فاست فود وابعد عن اي اكل مقلي او اي اكل غير صحي او اي اكل بره البيت. هكتب كده رقم واحد انا عايزه كذا كذا. انت برضو حاول تعاهد نفسك انك انت تطبق حياه صحيه. خلينا كده صراحه مع بعض واقول لك ان الحياه دلوقتي بقت غاليه بما فيه الكفايه، فبدل ما انت تصرف الفلوس اللي معاك على حاجات يعني ملهاش لازمه، والحاجات دي كمان هتضرك صحيا زي مثلا الاكل الفاست فود زي الشيبسي والبيبسي والحاجات كلها، المياه الغازيه بكل انواعها، الشيبسي والبسكويت والحلويات كلها الصناعيه اللي بره. خلينا نتفق اتفاق ان احنا اي حاجه عايزين ناكلها نحاول على قد ما نقدر نعملها جوه البيت. يعني انا عايزاك تاخد القرار ده. ليه؟ القرار ده هيوفر عليك فلوس كتير، القرار ده هيزود من صحتك بجد وهيطول في عمرك، القرار ده هيحسن من صحتك ومن صحه عيلتك ومن صحه اولادك. هتفرق جدا 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 معاكم لو انتوا قررتوا انكم ما تدخلوش بقكم اي اكل من بره البيت، هتفرق جدا صدقوني. تاني حاجه، حاول انك انت تقرر انك انت مثلا يا اما تمشي كل يوم نص ساعه لو انت عايز تحافظ على صحتك، ولو انت عايز تقلل في الوزن ممكن تزود الوقت شويه. ولو انت كنت مطبق معانا التحديات اللي انا كنت قايلاها قبل كده، منها تحدي المشي ومنها تحدي الصحه، فلو انت عايز تزود اكتر يا ريت تلعب رياضه. طب لو انا مثلا بلعب رياضه كارديو يا ريت تزود عليها كمان رياضه الويت ليفتنج وتلعب حديد في الجيم، ولو بحاجات بسيطه جدا. الحاجات دي كلها هتحسن من ليفل الصحه بتاعتك، الحاجات دي كلها هتحسن من ادائك في شغلك في حياتك العامه، كل الحاجات دي هتحسن من صحتك. خلينا برضو في السنه الجديده دي نحاول نساعد بعض. يعني ايه نساعد بعض؟ زود هرمون السعاده جواك عن طريق انك تساعد غيرك، تساعد حد محتاج ماديا مثلا، او تساعد حد صاحبك محتاج حاجه معينه ممكن تساعده فيها، حد مش فاهم نقطه معينه تحاول تفهمها له، ابنك تلعب معاه. انت لما تلعب مع ابنك او بنتك ده هيزود معاك هرمون السعاده. تساعد حد موجود في الشغل بتاعك، حد انت سابقه، مثلا لو انت واخد بوزيشن معين في الشغل عندك فحاول تساعد اللي هم اصغر منك، حاول تبسط لهم الحياه، تبسط لهم المفاهيم، تبسط لهم الشغل. يعني ساعدوا بعض على قد ما تقدروا. انت لما تساعد واحد جنبك وانت حاسس ان هو مش فاهم ومحتاج فعلا مساعدتك، سواء بقى ماديا او باي طريقه كانت، حتى لو هتساعد حد انه يعدي الشارع، حتى لو هتساعد طفل صغير في لعبه معينه وانت بتساعده وانت بتلعب معاه، كل ده هيخليك تفرح. عايزين كلنا في كل يوم نحاول نعمل حاجه واحده بس ان احنا نساعد بيها غيرنا، حاجه واحده بس ترفع لينا هرمون السعاده. اتمنى ان السنه دي تكون سعيده علينا كلنا، وتكون سنه كلها بركه وسنه كلها خير وسنه كلها محبه، وكلنا نقضيها يا رب ونيجي على اخر السنه ان شاء الله السنه الجايه ونحن بنقول كده في فيديو ان السنه دي فعلا حققنا فيها كل اللي احنا عايزينه. السنه دي فعلا كانت خير وكانت بركه وكانت سعاده، ورغم كل المشاكل اللي في العالم وكل الحروب وكل يعني الاسعار الخزعبليه اللي ارتفعت حوالينا، لكن احنا ربنا يدينا بركه في القليل اللي عندنا. اتمنى الفيديو يكون بسيط وتكونوا حبيتوه. يمكن انا في الفيديو ده ما اتكلمتش فيه عن حاجه طبيه، ما اتكلمتش فيه عن العنايه بالبشره او بالشعر، ما اتكلمتش فيه مثلا عن ازاي نخس او ازاي نزيد، لكن في الفيديو ده انا حاطط لكم كده شويه حاجات هنتات بسيطه قوي قوي، يا ريت تاخدوا بالكم منها، يعني نساعد بعضينا. انا شخصيا هتفرج على الفيديو ده وانا هقول لنفسي انا اهو، انت طالعه في الفيديو بتقولي انك هتعملي كذا وكذا وكذا، فاتمنى ان انا لما اشوف الفيديو ده السنه الجايه اجي لكم واقول لكم انا فعلا وصلت للحاجه اللي انا كنت عايزاها، انا فعلا قدرت اساعد غيري في السنه دي، انا فعلا في السنه دي كنت اكثر سعاده واكثر رضا عن اي سنه ثانيه. اشوفكم على خير الفيديو الجاي.